السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم جميع إخواني أخواتي في فيديو جديد على قناتكم التعليمية مطبخ غزلان. إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. بما أنه إن شاء الله غادي نبداو في تحضير الحلويات ديال العيد، فدائما إن شاء الله نبدا معكم بالحلويات اللي هي السهلة والسريعة بمكونات اللي هما اقتصادية. وإن شاء الله هاد التشكيلات هادو 3 أشكال من عجينة واحدة فقط، غادي تكون بدون زبدة، مكونات اللي هي جد اقتصادية فقط ببيضتين فقط، وغتعطينا واحد الكمية اللي هي كثيرة. مرحبا بالناس اللي عندهم أول زيارة للقناة. إذا عجبك محتوى فضلا وليس أمرا تشتركي بها وتضغطوا لي على لايك فضلا وليس أمرا. نبداو على بركة الله. اللي غنحتاجو إن شاء الله في المكونات بيضتين اللي غادي نهرسهم هنايا. تقدروا تخدموا فوق الباسينة أو تقدروا تخدموا فوق القصرية اللي حبيتوا. مهم لكم الاختيار، بما انه مكونات اللي هما قلالين وفي نفس الوقت تعطينا كميه الحلوى اللي هي كثيره، غنخدم فقط فوق الباسينه. داكشي علاش هنا درت 2 البيضات، وغادي ندير قبصه ملح لتصحيح الذوق بطبيعه الحال. وهنا عندي كاس ديال السكر سنيده، ما يعادل 5 المعالق كبارين. وهنا ان شاء الله غادي نخلط غير بهاد الفويل اليدويه العاديه. الا كنتو غادي ديروهم فوق القصريه خدموا غير باليد ديالكم، لكم اختيار. حتى في هذه المرحله تقدروا تخدموا باليد ديالكم. صافي ان شاء الله غادي نحاول انني نمزج ما بين البيض والسكر سنيده. وفي هذه الاثناء غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال زيت نباتيه. كيف ما كتلاحظوا ما استعملناش الزبده نهائيا. كيف ما كتعرفوا الزبده غلات والزيت هو غالي، اللهم نستعملوا حاجه واحده وفي نفس الوقت تعطيكم حلوه غزاله وهشيشه بلا ما نقول لكم على المذاق ديالها. والمكون الاساسي ديال الحليوه ديالنا هو هذا الياغورت. يعني هنا ياغورت ديال الفاني بنكهه الفاني. اي ياغورت عندكم فقط يكون بنكهه الفاني. صراحه الفاني كيجي النكهه ديالو زوينه. وهنا غادي نرجع انني نخلط مزيان بهذه الطريقه هذه حتى ينسجموا المكونات. في هذه الاثناء ان شاء الله غادي نضيف واحد نصف ملعقه صغيره ديال الفاني بودره. الا متوفرش عندكم الفاني بودره ديروا فقط ساشي ديال الفاني، ودرتها حتى الاخير باش تبقى النسمه ديالها. وهنا غادي نضيف ملعقه كبيره ديال النشا او لا المايزينا، اللي صراحه كتعطي واحد الطراوه لهاد الحلوه ديالنا وكتجي هشيشه وغزاله. الا جربتوها ما غاديش ندموا عليها بطبيعه الحال. وفي الاخير عندنا الدقيق. بالنسبه للدقيق ان شاء الله غنعبر معاكم بالكؤوس باش تشوفوا شحال من كاس غادي نضيف. يلا حسبوا معايا. هنا ضفت الكاس الاولاني، وغادي نضيف كأس تاني والكأس الثالث، وهنا الكأس الرابع. يعني غنكتفي بهاد 4 الكؤوس حتى نشوف الخليط ديالي كيفاش غيولي. عاد ديك الساعه ان شاء الله غنقول لكم واش غنزيد كأس بالكامل او لا غنزيد اكثر. غنخلط هكذا. دابا نستعن غير فقط باليد ديالي باش نجمع العجين بهاد الطريقه هذه حتى ان شاء الله باش نحصلوا على واحد العجين اللي هي رطبه، ماشي قاصحه البنات وماشي رطبه بزاف، يعني شاده في راسها. كيف ما كتشوفوا هنا العجين مازال رطب، يعني غنضيف ليه الدقيق. هنا عندي خماره واحده وزن 8 غرام، يعني غنضيفوا فقط خماره واحده. وهنا غادي نضيف الكأس الخامس اللي يكون مملوء بطبيعه الحال. بالنسبه للدقيق فهو كيختلف من دقيق لاخر. داكشي علاش بالنسبه لي انا ان شاء الله غادي يعني غادي نخدم ب5 ديال الكؤوس، وغادي نزيد فقط من ملعقه في الاخير. يعني نتوما البنات يقدر انه يهز لكم اكثر، يعني توصلوا حتى ل5 كؤوس ونصف. هذا ما كان البنات. مهم العجين خاصها تبقى رطبه. كيف ما قلت لكم انا فقط غادي نزيد ملعقه واحده وغنحصل عليها بهذا القوام هذه. يعني العجين في نفس الوقت ما كتلصقش لي في اليد ديالي، وفي نفس الوقت عجين اللي هي رطبه. وصافي. مهم هذا هو القياس ديال الدقيق. وهنا صافي بعد ما ساليت نحاول نجمعها مزيان، وان شاء الله غندوز باش انني نوجد الطاوه اللي غادي نوضع فيها هاد العجين هذه. شوفوا القوام ديالها كيفاش خاص يكون رطب، ماشي قاصح او لا ماشي رطب بزاف.
خدينا الطاوه ديال الفرن. هنا البنات فقط غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، يعني ما نرشها لا بدقيق لا والو، غير نقيطه ديال الزيت وغادي ندهنها. وغادي نبدا ندير واحد الكويرات اللي هما صغارين، لانه مازال غادي ان شاء الله ندخلهم الفرن وغادي يضاعف الحجم ديالهم. شوفوا يعني قداش الكويره كتكون غير صغيره بهذا الشكل هذا، ما كنضغط عليها ما والو، بغيتها تعطيني داك الشكل اللي هو منفوخ وفي نفس الوقت كروي بهذا الشكل هذا. صافي ان شاء الله غادي نبقى نستمر بنفس الطريقه. بالنسبه انا ما غادي نعبر لا في ميزان لا في والو، يعني كنمشي في نفس القياس اللي مشيت به في الاول، غادي نمشي به حتى الاخير. غادي ان شاء الله نستمر باش نملا الطاوه ديالي. بالنسبه من حدي وانا كنملا الطاوه، راه بطبيعه الحال مني غادي نوصل للنصف ديالها غادي ان شاء الله نشعل الفرن بطبيعه الحال. نشعل الفرن من قبل، غادي تكون العافيه يعني من التحت، يعني العافيه غتكون في الاول من التحت حتى ينتفخوا، عاد غتشعلوا عليه من الفوق. اللي عندها فرن ديال الضوء تقدر انها تشعل عليه من الفوق ومن التحت على درجات 180 درجه. صافي هنايا من بعد ما البنات دخلتهم الفرن كيف ما كتشوفوا راه ما خداوليش الطياب بزاف صراحه. يعني كيطيبوا الطياب ديالهم هو هذا، خاصو يطيب يعني كتخلوا العافيه لتحت منه حتى كيدخلوا الطياب، وكتبان لكم هكذا الحبه كتنتفخ وكتزيد تنتفخ. وصافي وكتشعلوا عليه فقط شويه من الفوق. انا ما بغيتش نخلي عليه الفوق العافيه باش ما يتحمرش ليا بزاف، لانه مازال ان شاء الله غادي يعني نديرو في التزيين. وصافي هذا ما كان دوز معكم دابا المرحله ديال التزيين. ان شاء الله غندير في الشكل الاولاني شوكولاط ابيض، وهنا عندي الفيتين. هذه كتبقى طبقه مقرمشه، تقدروا تعوضوها بالبسكوي اللي كيكون مقرمش بحال طونيك، بسكوي طونيك حتى هو تهرمشو هكذا كينا وديروا. مهم خليو دائما حتى الطبقه اللي هي مقرمشه. الصراحه مني كتجي ثابته على الشكلاط ما نقولش لكم المذاق ديالها كيبقى غزال وكتبقى ديك الطبقه مقرمشه، يعني غادي تعجبكم في الاكل ديالها. كيف ما شفتوا وضعت الكريه الاولى على الشكلاط اللي هو ابيض، طبعا الحال ذوبته وضفت لي واحد شويه الزيت باش هكذا ما يجينيش ثقيل بزاف. وصافي ان شاء الله كنغطس هكذا الكريه وكنستعنوا هكذا بفورشيط من الاحسن باش هكذا غيتصفى لكم هذاك الشكلاط. وصافي ان شاء الله غنوضعها فوق هذاك الفيوتين. كيف ما قلت لكم ماشي ضروري ديروا فيوتين، هو صراحه المذاق ديالو زوين بزاف. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا اي طبقه مقرمشه. وهذا ما كان ان شاء الله غنستمر بنفس الطريقه، وغادي نغلف الحبات ديالي بالشكلاط الابيض ونوضع نيشان فوق هذيك الطبقه المقرمشه. صراحه طريقه سهله حلوه اللي هي سهله توجد في الحين، غتعجبكم اكيد لانه غيجيو فيها مذاقات اللي هي مختلفه، شكيلات اللي هي شكل مبدل على شكل تاني، وفي نفس الوقت كتعطي كميه اللي هي كثيره ما شاء الله. يعني غير بجوج البيضات خرجنا عدد الحبات اللي هي كثيره تقريبا. غتعطيني هكذا شي 60 حبه. هنا ان شاء الله غادي يكون عندي شكل تاني، غادي نخلي هذاك الشوكولاط الابيض اللي تبقى ليا وغادي ندوزو هنا في الكوك. صراحه الكوك مع الشوكولاط كيجي مواتي بزاف بزاف، كيجي غزال. الكوك بطبيعه الحال هو يكون نوعيه جيده، يعني يكون هكذا كوك ميدم باش يجي المذاق ديالو غالب بزاف. كيف ما شفتوا خليت الشوكولاط يعني نفس الشوكولاط الابيض ودرت عليه الكوك. وصافي هنايا شوفوا الشكل كيفاش كيجي، راكم عارفين البنات الشوكولاط مع اي مكون ضفتوه ليه كيجي غزال. وهنا الحلوه بطبيعه الحال غتعجب الكبير والصغير، لانها صراحه زوينه بنكهه الفاني، عرفتي غيجي فيها داك الفاني غالب بزاف. داكشي علاش انا ما بغيتش نضيف ليها حتى شي اضافه ديال النكهات، خليت الفاني لانه كيجي غزال. تقدروا نتوما تقسموا هاد العجين على 3 وفي نفس الوقت تضيفوا ليه النكهات اللي بغيتو، ولكن صراحه بالنسبه لنكهه الفاني صراحه كتبقى من احسن النكهات اللي معروفين واللي زوينين بزاف. نستعن بنفس الطريقه، لاحظوا كيفاش كنلبسها بالكوك. وصافي ان شاء الله من بعد ما غادي نكمل غادي ندوز معكم ان شاء الله للشكل الثالث والاخير بطبيعه الحال، حتى هو بطريقه اللي هي جيت سهله وما كتاخذش لينا الوقت بزاف. كيف ما قلت لكم راه في نفس الوقيته طيبوا فيها الحلوه ديالكم وتفينيوها. وهنا ذوب الشوكولاط الاسود كيف ما لاحظتوا. ديروا غير شوكولاط كالا البنات، انا ما استعملش شي نوعيه، غير شوكولاط كالا فقط. حتى هو بنفس الطريقه كيف ما كتلاحظوا على انه حتى الكوك والشوكولاط الاسود صراحه كيجيو مواتين بزاف.
كيجي فيهم واحد المذاق غزال. تقدروا تعوضوا الكوك في هذه المرحله باللوز كونكاسي ولا غير كوكاو كونكاسي يكون مهرمش. يعني لكم اختيار. انا صراحه ما متوفرش عندي، ما كرهش كون درته ولكن ما متوفرش عندي، فقط نعطيكم غير كفكره وصافي. يعني هذا مكان لما بغيتوش ديروا الكوك في هذا الشكل هذا، عوضوه فقط بالكاوكاو حتى هو غادي يجي زوين صراحه. الكاوكاو تقدروا تضيفوه هكذا على الشكلاط وتخلطوه وتحطوا نيشان الحبه تلبسوها، اولا ديروا بحال هذه المرحله تلبسوا في الشكلاط عاد كديروا الكاوكاو. هنا صراحه الكوك مع الشكلاط الاسود كيجي غزال. غنستعمل بنفس الطريقه وان شاء الله غنكمل عدد الحبات ديالي. صراحه حاولت نقسم عدد الحبات يكونوا قد باش هكذا ان شاء الله يعطيوني 3 تشكيلات بنفس العدد. وصافي ان شاء الله غادي نكمل وغادي ندوز معكم طبق التقديم. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وغنوريه لكم عن قرب بطبيعه الحال. شوفوا القوام ديالو، شوفوا البنات هاد الشكل كيفاش كيجي غزال. صراحه انا من محبين هاد الاذواق هاد الحلوه اللي كتكون عاديه، حلوه ديال الدار في نفس الوقت كيكون فيها واحد المذاق اللي هو غزال. يعني من عجين وحده غتخرجي 3 اشكال مختلفه. مهم ان شاء الله نتمنى انكم تجربوا على سلا في هذا العيد، وراه جايين مزيد من الشكيلات ان شاء الله غنشاركهم معكم. بطبيعه الحال غيكونوا ساهلين بزاف. داكشي علاش كنتمنى انكم تشجعوني اكثر وما تنساوش لي لايك، تخليو لي تعليقات ديالكم زوينه. واخا غبرت عليكم بنات فقط لظروف داكشي اللي كاين البنات. ان شاء الله نتمنى المره ما نغبرش مازال، ونبقى دائما نمدكم بالوصفات. واخا القناه ديالي هي كلها فيها عالم الحلويات، يعني فيها بزاف د الاشكال. الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه وباغيين يعرفوا يعني الفن او هاد السر د المهنه د الحلويات كلها عندي البنات كنخدمها معكم. وهنا بما انه ان شاء الله بمناسبه العيد بغيت نوريكم شكيلات اليوم ساهلين في متناول الجميع. وشوفوا هاد البنات الشكيلات هادو كيفاش وريتهم لكم عن قرب، وان شاء الله غادي نقطعهم معكم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. ضروري ومؤكد نشارك معكم القطعه من الداخل ديالها. هنا القطعه البنات راني قطعتها هكذا كاينه بالسكين، وغنقطع معكم حتى القطع الثانيين. شوفوا كيفاش كتجي البنات، كيفاش كتجي منتفخه، يعني كتكون غير كريه صغيره وكتنتفخ وكتجي فيها هكذا الهشاشه اللي فيها البنات كتجي غزاله. انا اكيده الا جربتوها غادي تعجبكم. كتجي هشيشه لانه البنات مخدومه بالياغورت وكذلك بالنشا، كتجي رطبه بزاف يعني غتعجبكم. وان شاء الله نوريكم كذلك هذا الشكل هذا ديال الكوك والشكلاط الابيض. هو غنقطعو معكم يعني غير من الوسط غير باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي البنات. الحلوه كتكون طايبه غزاله. ان شاء الله تجربوها علاش لا. وصافي البنات، المهم هذا مكان كنحاول نوريكم كل شيء عن قرب. والطبقه المقرمشه حتى هي عفوا انا نوريكم هاد الطبقه ديال الشكلاط الاسود والكوك. المهم كيف ما قلت لكم البنات عدد الحبات تقريبا كانوا 60 حبه في المجموع. كل شكل حاولت نخرج منه 21 حبه، يعني غير بهاد المكونات اللي هي بسيطه. اما الا ضاعفتوا المقادير فتبارك الله غتخرجوا عدد حبات اللي هما كثارين. يعني تقدروا تصغروا الحبات على هادو، انا خليتهم متوسطين وعطاوني يعني حجم اللي هو كبير شويه، ولكم الاختيار خدموا بالطريقه اللي بغيتوا. وان شاء الله نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، تزيدوا تشجعوني اكثر. ما تنساونيش من البارطاج واللايك لهذا الفيديو. تهلاو في ريوسكم، مع السلامه.